وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي إثر حادث سقوط مروع. توفي الطفل رضا الليثي ابن المغني الشعبي المصري إسماعيل الليثي في حادث بعدما سقط من الدور العاشر. أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا خبر وفاة رضا ابن إسماعيل الليثي عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا رب ويصبر أهلك يا رب. وكانت وسائل الإعلام كشفت أن رضا الشهير بلقب زازا توفي بعد أن سقط من بيته في الدور العاشر، وتم نقله إلى المستشفى على الفور، لكنه توفي فورا. التحريات تكشف ملابسات مصرع ابن المطرب إسماعيل الليثي في الجيزة. كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة سبب وفاة ابن المطرب إسماعيل الليثي البالغ من العمر 9 سنوات، حيث تبين إنه أثناء لعبه اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر بمنطقة المنيرية الغربية ليلقي مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفشلت محاولات إنقاذه. وكشف شهود عيان في محل إقامة إسماعيل الليثي إنهم فوجئوا خلال وجودهم أسفل العقار بصوت ارتطام على الأرض، مما تسبب له في حالة من الفزع والصدمة عقب رؤية جثمان الطفل رضا على الأرض غارقا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه لكنه كان فارق الحياة. وعقب إعلانه خبر الوفاة تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى ساحة عزاء لتقديم المواساة لإسماعيل الليثي في وفاة ابنه. ونعى المطرب الشعبي حسن شاكوش إسماعيل الليثي قائلا: رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا رب ويصبر أهلك يا رب. ونعت الفنانة مي كساب: الله يرحمه ويصبر قلوبهم على فراقه. ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى المطرب إسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، تعيين المولى عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته ويسكنوا فسيح جناته، وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونعى محمد الليثي وكتب: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ضاضى ابن أخويا إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمه في الجنة إن شاء الله، نسألكم الدعاء. وكتب محمد عصام جار المطرب إسماعيل الليثي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يا جدعان، وقع من الدور ال11 من على السطح اللي في وشنا واتنقل إلى المستشفى ومات، ادعوا له بالرحمة. وكشف الفنان إسماعيل الليثي سبب وفاة نجله قائلا أن نجله رضا توفي إثر سقوطه من الدور ال11 بالعقار الذي يسكن فيه. وأوضح إسماعيل الليثي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن ابنه توفي قبل أن يتم نقله للمستشفى، مشيرا إلى أنه أدرك وفاته بمجرد سقوطه، ولكنه أصر على محاولة إنقاذه أملا في أن يكون على قيد الحياة، إلا أن الأطباء أكدوا وفاته. وتابع إسماعيل الليثي وهو يبكي: ابني اللي كان أمل الوحيد في الكون مات، أنا تعبت وعملت كل البدع عشان خاطره وعشان ما يشوفش اللي أنا شفته في صغري، وللأسف ملحقش. وأضاف: آخر مرة كان معايا امبارح
وغنى معايا فرحيا، وحسيت وهو بيغني إنه صوته حلو عن العادي، خاصة إن سنه صغير ولسه ما تعلمش غنى قوي، وأنا ما كنتش أعرف إنه هو يتهيأ عشان يودعنا. قدم إسماعيل الليثي العديد من الأغاني الشعبية المتميزة خلال مشواره الفني، أبرزهم الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة الذي عرض في موسم رمضان لعام 2023، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان محمد رمضان ومي كساب وهالة صدقي، والعمل من إخراج محمد سامي.